الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة بسم والإنجيل. الله توكلنا على الله. ودلوقتي طبعا بستنى المواصلات بتاعتي، لأن الحياة في ألمانيا طبعا المواصلات بتكون أحسن بكتير من إنك تروح بعربية، لكن الموضوع بياخد شوية وقت الصراحة. زي ما شايفين بمشي كتير، والحمد لله وصلنا للشغل. الباب بيفتح أوتوماتيك فيحسسك إن في حد بيستقبلك. وبعد كده أول ما بتوصل طبعا الحمد لله أنا واصل بدري، فالمكتب لسه كان فاضي. ببدأ إن أنا أحط الحاجات بتاعتي كلها في مكانها وأعلق الجاكيت بتاعي. بيبقى في شوية 3 دقايق كده باقعد بقى أضبّط فيهم الحاجات، أوصّل اللابتوب في مكانه، وأطلّع الماوس وأطلّع الكيبورد، وأبدأ شغل السماعة، وأضبّط الكرسي على مقاسي بالضبط، لإن إحنا عندنا فكرة اللي هي open space، تروح تقعد في أي مكتب فاضي، فبالتالي كل مرّة بتحتاج إنك تضبّط الدنيا على مقاسك. وبعد كده بنبدأ الشغل. أول حاجة بنشوف الإيميلات ونبدأ نشتغل بقى شغلنا العادي. أنا شغّال هنا في ألمانيا BIM instructor يعني BIM developer. على الساعة 10:00 بابدأ آخُد أول break، باحاول إن أنا أشرب شوية حاجة كده يعني تفرفشني. فهنبدأ بحاجة اسمها أعشاب الجبل، شاي بأعشاب الجبل، فكان ظريف جدًا. وبكده نكون بدأنا الvlog التاني، يوم مهندس في ألمانيا. بعد كده بنجيب كوباية الشاي بتاعتنا نحطها جنبنا، ونبدأ نرجع تاني للشغل. طبعًا الموضوع بيبقى يعني systematic خلاص. أنت بتخش جوّه المكنة، أو تبقى عبارة عن تِرس جوّه المكنة في ألمانيا، وكل الناس كلها قاعدة على المكاتب شغالة بتعمل نفس الكلام. فأنت خلاص يعني بتبقى بتخش الmood وتبدأ تشتغل. وعامةً الحياة في ألمانيا أو الشغل في ألمانيا بيتطلب منك إن أنت تكون شخص proactive، يعني أنت بتاخد الأكشن لوحدك يعني. بتيجي الساعة 12:00 بالضبط، وبعد كده بيبقى الميد باوزة أو وقت الغدا. الساعة 12:00 بالثانية بابدأ ألبس الجاكيت بتاعي وأنزل في الأسانسير، وأروح على طول على المطعم. Hallo. Was kann ich da für das? Ja, das zählt als kleines Salat. Okay, ja, genau. Sie Ja, einfach da Display funktioniert leider nicht, aber Heke, das ist okay. 4 Aber Euro. das war sehr, ich habe gedacht, okay, das funktioniert nicht. Ja, Aber hat geklappt? ja, das hat geklappt. Hier steht Okay, alles am super. Ja, Chef. وبعد danke. كده باقعد Ebenso. طبعًا آكل. هُم هنا عاملين شوية أكل كده تحسه هو أكل فراخ شوية، بس هو أكل vegetarian عشان خاطر أنا ما باكلش أكل vegetarian. خلّصنا أكل بنحط الصحون مكانها، وبعدين نشرب حاجة خفيفة، وأنا اخترت إن أنا أشرب hot chocolate. ناخد الكوباية بتاعتنا ونرجع تاني علشان نكمّل شغلنا بشكل طبيعي خالص. عامةً عشان خاطر تلاقي شغل في ألمانيا، فأنت محتاج يكون معاك لغة ألماني، لإن أغلب الشغل في ألمانيا هنا بيتطلب إنك يكون معاك لغة ألماني. قبل ما البريك بتاعي بيخلص باقول أنا لازم أكون أصلّي الضهر إن شاء الله. فالحمد لله إن الضهر دايمًا في الفترة بتاعة البريك، فباخد أوضة فاضية وباقوم جاي قافل على نفسي الباب، وأبدأ إن أنا أفرش المصلية وأصلّي صلاة الضهر. وبكده أكون خلّصت البريك بتاعي تقريبًا. بارجع أنظّم الأوضة زي ما كانت، وألبس الجزمة بتاعتي، وأرجع تاني أكمّل شغلي. تقريبًا بارجع على الشغل بابدأه إن شاء الله 12:30 بالضبط، بارجع تاني أكمّل شغل. وهنا بقى بيبدأ الفَرْم بقى. عندك 5 ساعات كده ورا بعض، يبقى ما فيهمش بريك خالص، تفضل تشتغل طول الفترة دي كلّها. على الساعة 17:30 بالضبط يبقى كده خلّصت الدوام بتاعي. بابدأ إن أنا أقفل اللابتوب وألِم الأشياء بتاعتي كده أدخّلها جوّه الشنطة، اللي ما شاء الله شنطة كبيرة من كتر الحاجات اللي جواها. وألِم الإزازة بتاعتي وأحط اللابتوب في مكانه، ويالّا بينا. الجميل عندي في الشغل إن أنا عندي زي locker أو مكان باحط فيه الحاجة بتاعتي، فمش لازم إن أنا آخد كل حاجة معايا البيت، لكن باخد لابتوب بس، فباحطها في مكانها والبس الطاقية بتاعتي وأتوكل على الله. وبكده نكون خلصنا اليوم.
وطبعا الباب الاوتوماتيك اللي بيفتحها عشان خاطر يقول لي مع السلامه. طبعا اول ما بتخرج بتلاقي درجه الحراره بقى في فرق رهيب جدا، فتفتكر ده في المانيا يعني، غير كده بتبقى قاعد محبوس في مكتب فبتبقى مش عارف بالظبط انت بتعمل ايه، بس اول ما تخرج بتقول خلاص انا كده اوت. انتوا مش متخيلين الجو ساقع عامل ازاي عشان الواحد يعرف يصور في الجو ده. درجة الحرارة -1 تقريبا، بس الحمد لله خلصنا يوم الشغل. اتمنى تكونوا انبسطتوا من الفلوج، يكون فلوج خفيف عليكم، وان شاء الله يعني ايه هنكمل في سلسلة الفلوجات. بس قبل ما ننهي لازم نعمل ايه؟ خاطرة، فيلا بينا على الخاطرة. اخترت حديث يكون له علاقة شوية بالفيديو. ففي رواية الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. خلينا ناخد الجزء الأولاني دوت، إن لو الدنيا هي همك وأنت بتصحى كل يوم الصبح عشان خاطر تجري ورا الدنيا، فبتلاقي إن في الآخر خالص إيه اللي هيحصل لك؟ هتلاقي إن أنت فرق الله عليه أمرك. يعني هتبقى أنت حاسس دايما إن أنت مشتت، وحاسس إن أنت ما عندكش الطاقة أو ما عندكش البركة اللي أنت كنت متوقعها في الوقت، فده اسمه فرق الله عليه أمرك. طيب وإيه تاني؟ وكذلك هتحس إن فقرك بين عينيك. يعني إيه فقرك بين عينيك؟ يعني أنت النهارده بتسعى وخايف إن أنت تبقى معكش فلوس في يوم. هصرف إزاي على بيتي؟ هصرف إزاي على نفسي؟ بحط لنفسي مثلا انا لازم اجيب عربيه كمان سنتين، لو ما جبتهاش هبقى انا عندي مشكله كبيره جدا، انا مش عارف اجيب عربيه. فهتلاقي ان انت عمال، حتى لو انت معاك فلوس وفلوس كتير، بس انت محتاج الفلوس الاكتر عشان خاطر تجيب الحاجه اللي نفسك فيها، فتلاقي دايما بتسعى ورا الحته دي. وفي الاخر خالص مش هيجيك من الدنيا غير الحاجه اللي ربنا كاتبها لك. يعني انت ربنا كاتب لك ان انت هتبقى مليونير، هتبقى مليونير. لو كان ربنا كاتب لك انك هتجيب العربيه الفلانيه هتعرف تجيب العربيه الفلانيه. في الاخر محتاج انت تظبط البوصله. طب اظبط البوصله ازاي؟ ده بالظبط الجزء الثاني من الحديث. ومن كانت الاخره نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني لو انت مجرد نيتك الآخرة، يعني انت بتروح الشغل عادي خالص، بس حاطط في الآخر نيتك انت بتروح الشغل عشان خاطر ربنا أمرك انك تروح الشغل وانك تسعى في الأرض، فدي هي نيتك الآخرة ما بعد ذلك. وجمع الله له أمره يعني ربنا رزقه التوفيق، والتوفيق هو نعمة ربنا لو رزقها لك، او يعني انت حسيتها في حياتك، حاول تحافظ عليها وحاول تشوف ايه الحاجه اللي انت بتعملها عشان خاطر ربنا يرزقك هذا التوفيق وتستمر عليه. فتلاقي عنده بركه في الوقت، هتلاقي عنده توفيق. ممكن يكون حاجه هو مثلا مش مخطط هو اللي هو ياخدها او يكسبها، وربنا سبحان الله يعني بيوفقه فيها. فتلاقي ده اللي هو جمع الله له امر، ربنا بيوفق لك امورك زي ما انت عاوز او احسن مما انت عاوز كمان. والجزء الجميل بقى جعل غناه في قلبه. فانا مش فارقه معايا صحيت الصبح بكره بقى معايا مليون جنيه في حساب البنك، انا مش متاثر، عادي جدا مبسوط بس مش متاثر. يعني بقى حسابي في البنك صفر، انا مش متاثر، عادي مبسوط او متضايق شويه بس عادي برضه مش متاثر. ليه؟ لان في الاخر الغنايه جوه قلبي، او الاعمال اللي هي اللي بتخليني غني. وطبعا احنا عارفين الغنى مش غنى المال، الغنى ان الشخص حاسس بالاكتفاء او حاسس بالرضا على حاله وحال الفلوس اللي معاه يعني، او الكميه اللي معاه. ولو بصينا اصلا على السلف عامه هتلاقي ان السلف اغلبهم حتى لو كانوا اغنياء، بس كل ما يحسوا ان هم اغنياء كل ما بيحاولوا هم يخلوا نفسهم ايه اللي هم هامبل، يعني اللي هو يتواضعوا اكتر، يصرفوا الفلوس اللي معاهم كلها ويبداوا تاني من الاول. واخر حته في الحديث ودي الحته اللي عجبتني جدا بقى: واتته الدنيا وهي راغمه. غصب عنها تيجي بقى. يعني كل اللي انت بتعمله ده كله يا باشا، انت لو ربنا كرمك بركعتين قيام ليل في بالليل كده وبقيت تحافظ عليهم، هتلاقي الدنيا اللي انت بتجري وراها دي كلها هي اللي بتجري وراك وهتجيلك غصب عنها. فبكده نكون احنا خلصنا الحديث او شرحنا الحديث او الخاطره اللي كانت جايه بالفيديو دوت. اتمنى تكونوا استفدتوا منه، وربنا يجمعنا واياكم في الجنه، والسلام عليكم، نشوفكم في الفيديو اللي جاي.